السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تقدم الاسماء التي تجيد الضربات الراسيه، لعبت من بيبو لبريان، واضحه جدا، هي جمله تكتيكيه جديده في المريخ، عكسيه موجوده، فرصه مريخيه في المرمى. الجزولي نوح ياتي بالحل بالنسبة للمريخ في هذه اللحظات. متابعين الأماجد، تحديدا في الدقيقة 37 المريخ يسجل الهدف الأول عن طريق اللاعب الجزولي نوح بعد خطأ كبير في عمق دفاع الوادي. لأول مرة نتابع هذا الخطأ الكبير في عملية الرقابة على الدفاع، وبالتالي الكرة مهدت من جانب كرشوم وصوبت من جانب اللاعب الجزولي نوح، وبالتالي هدف مريخي أول يأتي في هذه اللحظات. شوف الخطأ الكبير في عملية إبعاد الكرة الماضية، السيطرة كانت موجودة من جانب اللاعب كرشوم، مهد الكرة للجزولي نوح المدافع من الخلف، صوب، سجل، دون الفرحة الأولى لأصحاب القمصان الحمراء نادي المريخ في مباراة اليوم. جنبات الملعب وكن قريب جدا، مسافة أقل من متر من أرضية الملعب. هنا تقدم الآن موجود لمصلحة المريخ. الجزولي نوح مرة حول كرة عكسية، محاولة مريخية، الله، الأوغندي إيريك كامبالي يبصم في اللحظات الأخيرة ويسجل ويحتفل بطريقته الخاصة بعد مجهود فردي على أروع ما يكون من جانب اللاعب الجزولي نوح. إذن هدف يسجله إيريك كامبالي أو هدف يسجله الجزولي نوح بأقدام إيريك كامبالي، إنجاز التعبير نسبة للمجهود الكبير الذي بذل من جانب الجزولي نوح، وبالتالي مهد الكرة للاعب إيريك كامبالي مسجلا الهدف الثاني للمريخ في الدقيقة الأخيرة في الوقت الأصلي لشوط اللعب الأول. ثاني متابعين الأماجد، شوف المرور، شوف التقدم، شوف الحكاية بدأت من هنا، بعد ذلك العكسية اليسارية والرواية اكتملت هنا بحضور ذهني على أروع ما يكون من جانب كامبالي، وضعها في شباك الحارس جمعة جينارو. كرة ذهبت في منتصف المرمى تماما، لكن الحارس كان موجود على القائم الأيمن، وبالتالي غالطت جمعة جينارو وسكنت الشباك في مرمى حي الوادي، وبالتالي المريخ يسجل ثاني الأهداف في هذه المباراة.